السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. تعالى كده بقى نعمل الفول الاخضر او الفول الحراتي. بيبقى طازه كده وبيبقى جامعينه بقى من على الشجره كده. مش انا اللي رحت جمعته، هو اتجمع وجالي لغايه عندي. بس هو كان جاي لي في رمضان، بس ما نزلتش الفيديو في رمضان، ما لحقتش يعني انزله في رمضان. فما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلوا كل جديد. هنا بقى حبه فول اخضر بقى طازه كده طعمهم زي السكر. في منه في السوق لسه لغايه دلوقتي، خلي بالكم، ومن قبل رمضان هو في الفول الاخضر ده في السوق. فنعمله بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. انا كان نفسي فيه بصراحه، ما اكلتوش من السنه اللي فاتت ساعه ما كنت برضو منزله لكم الفيديو ده. هعمله فول كشري. في ناس تعرفه في ناس لا ما تعرفوش. فانا كانت اختي عاملاه كشري السنه اللي فاتت وما اكلتوش من ساعتها والله. فحبيتها، قلت لها نفسي فيه، فبعتت لي الفول وقلت له بقى انا هعمله انا لحبايبي بقى ايه، هوري لهم بيتعمل ازاي. تمام كده. هنا بقى معايا الفول بقشره اهو، هطلع الحبايه اللي هي البيضه دي منه كده، تفتحي كده، بس اهم حاجه يكون طازه يعني. بصي ده الفول البلدي، مش اللي هو اللي بيبقى لما بيجي هنا في السوق في اسكندريه كده او في اي سوق تاني بتلاقيه اللي هو القرن الكبير وحبايته بتلاقيها كبيره عن كده شويه. تمام كده. ده الفول ده بتاع الفلاحين كده، بيبقى حبايته حتى صغيره كده، بيبقى فول اسمه فول بلدي. بصوا بوريهولكوا ازاي، بقول لكم اهو. نمسكه بقى نفصصوه وناخد الحب بقى اللي جوه ده. ونعمله بقى نطبخوه طبيخ بالطبخ بتاع طماطم كده، زي اكنه بتطبخي بطاطس او بزله كده، بيبقى طعمه حلو قوي. وبنعمله كشري، وممكن نغمسه بيه كده مع الجبنه، بيبقى طعمه حلو قوي. يعني ممكن لو انت مش حابه تطبخيه بتجيبيه وتغمسي بيه كده مع جبنه بيضه، بيبقى طعمه حلو. هنا بقى قطعت بصلتين كبار. اهم حاجه بقى ايه في الاكله دي، عايزه بصل حبه حلوين كده يعني. كنت مقطعه بصلتين كبار. وهنا بقى الفول اهوت، انا مش دي الكميه كلها، انا عملت كيس وشلته في الفريزر. بس ما بحطوش ني كده يعني، او اخضر كده، بسلقه زي البزله كده. حبه ميه سخنين نص معلقه سكر بنص معلقه ملح، وبديهم غلوه واحده. وبعد كده مصفياهم بس، واحطهم في ميه ساقعه واشيله بقى في كيس في الفريزر. تطلعيه زي البزله، تطبخيه بقى كشري، تعمليه بتقليه، بيبقى طعمه زي العسل. هنا بقى شوح البصله بتاعتي حلو. حطيت بقى عليها معلقه هريسه شطه كده. لازم الاكله كده تبقى مشطشطه بقى. حبه كشري بقى كده زي كشري العدس كده، اللي هو كشري الاصفر يعني، يبقى زيه كده بس يبقى طعمه مسكر كده، يبقى طعمه حلو قوي. هنا برضو نزلت كده بنص معلقه توم، نص معلقه هريسه شطه، او لو مش حابه تحط شطه عايز تحطي فلفل احمر يعني، او قرن فلفل اخضر، مفيش مشكله. بس زي ما قلت لكم الاكله دي بتحب تبقى مشطشطه شويه يعني. ونزلت بنص معلقه توم، واشوح بقى البصلايه حلو كده بالحاجات اللي انا نزلت بيها. هنزل بقى بالفول، غسلته شطفته بس، ما حطيتوش الفول بقى اللي انا هطبخه دلوقتي ده، ما بحطوش في ميه سخنه ولا حاجه، بتغسليه تحت الحنفيه بس وخلاص. انزلي بقى بيه على البصلايه وتشوحي بقى. بصي يقعد له بتاع 10 دقايق ربع ساعه بتشوحي فيه كده لغايه بصي ما يبقى زي الزبده كده. هنا بقى انزل بحبه ملح. بصي بقى ننزل كمان ايه، نزلي بقى بالبهارات اللي انت حباه يعني. ممكن تنزلي بصي هنا بمعلقه حبه سكر، اهم حاجه حبه السكر دول بيظبطوا معاكي الاكل بصراحه. ونزلت بحبه كمون، حبه فلفل اسمر، يعني نزلت بملح وفلفل اسمر وكمون وسكر. ودول ال11 بهار او ال10 بهارات، ال7 بهارات. يعني لو عندك ال11 بهار حطيه، ما عندكيش حطي ال7 بهارات، يديكي طعم حلو يعني. ولو ما عندكيش عادي استغنى عنه. وحطي مكعب مرقه دجاج لو عندك، حطي برضو مكعب، يديكي طعم حلو او برضو للاكل. هنا بقى فضلت بقى موطيه عليه خالص. اول ما بنزل بالفول وبحط البهارات بتاعتي، بوطي النار خالص اكني بشرب الرز، وبسيبه بقى يتشوح حلو لغايه ما يستوى بقى، لغايه ما تلاقي حبات الفول بتاعتك استوت من غير ما بتزوديه ميه ولا اي حاجه خالص. هي البصلايه والفول بجيب حبه ميه صغيرين كده بس، زي ما قلت لك بتوطي النار خالص عليه. هنا نزلت بمعلقه صلصه، لو كان عندي طماطم مسبكه كنت حطيت منها، بس ما كانش عندي في الوقت ده، فنزلت بمعلقه صلصه واحده. يعني مش حطي معلقه صلصه كبيره الرز يبقى احمر قوي، لا، بقى معقول كده. ولو مش حابه تحطي صلصه خالص ما تحطيش. لو عندك طماطم مسبكه ممكن تحطي من معلقتين طماطم مسبكه، اللي هو يدي للرز لون حلو يعني كده، عشان ميبقاش ابيض كده. يعني تبقى معلقه الصلصه بتديله طعم يعني لون حلو. هنا بقى بنظبط الملح، لان احنا حاطين حبه ملح بس مش كتير، فهنظبط بقى هنا الملح. وانزل بقى بالميه تكون مغليه، اهم حاجه الميه بتاعتي تكون مغليه. حبه كشري يا ولاد في القلب والله.
صدقني انا لسه واكلاه يعني انا واكلاه في رمضان بس جوعت تاني عايزه اعمله تاني. هنا بقى نقلب كده، نظبط الميه بتاعتنا بالرز. الرز الفول زي ما احنا قلت لكم بنسيبه على نار هاديه خالص لغايه ما بيستوي، بتتك على حبايه الفول تلاقيها استوت كده. بقى في الوقت ده ننزل بالرز بتاعنا. هنا بقى ايه، بقلب تاني. اول ما الرز بتاعك يغلى كده تقوم ايه موطيه بقى وتسيبي بقى. بس اهم حاجه يغلي الرز بتاعك، يغلي الاول زي ما انا بص بغلي الوقت ازاي اهو. هوطي بقى على خالص وهدي النار لغايه ما يتشرب معايا الرز، ويبقى معانا بقى حبه الرز العسل السكر دول. بص الرز مفلفل ازاي وجميل ازاي. وعندنا بقى ليمون متعصفر كده اللي احنا عاملينه مكعبات ده. الليمون ده عشقي والله العظيم بجد يا جماعه، جربوا الليمون ده، حلو حلو حلو، احلى ما بتعصفر الليمونه سليمه. وجربوه واكتبوا لي قولوا لي ايه رايكم فيه. هنا بقى حمرت بطاطس سلقتها وبعد كده حمرتها، ومعايا بقى مخلل لفت بتاع لفت، ومخلل كرنبيط، وسلقت بيض. اكله زي العسل، جربوها. بس لو انت عرفتي تجيبي الفول دوت وتعمليه هيبقى طعمه زي العسل، هيعجبك قوي قوي يعني، طعمه حلو قوي. وده كان الغدا بتاعنا او الفطار بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ويوصلكوا كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. بصوا بقول لكم الرز مفلفل وجميل ازاي، والفول بقى مستوي كده وطعمه زي السكر. طبعا الناس اللي في الفلاحين هتلاقوهم عارفين الاكله ديت يعني. بس بقول لكم جميل ازاي، كان لازم أنا ادوق يا جماعه. بقول لكم حلو قوي. متنسوش بقى تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.